يا مساء الفل، عاملين ايه؟ اخبار رمضان معاكم ايه؟ تلت رمضان عدى هوا، شفتوا؟ احنا فاضل لنا التلتين بس ان شاء الله يعني لسه فاضل وقت، يعني حتى لو حد مثلا معليش بالكيرف بتاعه في روحانياته يعني يقدر ان شاء الله انه يعوض في بقيه الايام باذن الله ان شاء الله. يعني ربنا يكتب لنا كلنا العمل الصالح ونشهد كلنا ليله القدر باذن الله. طيب انا هكلمكم على ايه النهارده؟ انا هكلمكم على الصبر. علماء المسلمين وعلى رأسهم ابن القيم الجوزية وشيخ الإسلام ابن تيمية بيعتبروا إنه في نوعين من الصبر بيتفوقوا على الصبر على البلاء. تفتكروا إيه النوعين دول؟ ابن القيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين بيصنف الصبر لثلاث أنواع. النوع الأول هو الصبر على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، أما النوع الثاني فهو الصبر عن معصية ربنا سبحانه وتعالى، والنوع الثالث اللي هو معروف لينا كلنا وهو الصبر على البلاء. وابن القيم الجوزية وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور كبير من علماء المسلمين بيعتبروا أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية بيتفوقوا على الصبر على البلاء. طب تفتكروا ليه؟ العلماء قالوا أن الصبر على طاعة ربنا سبحانه وتعالى أو الصبر عن المعصية هو صبر اختيار، يعني أنا اللي بختار أن أنا أطيع ربنا سبحانه وتعالى، أو أنا اللي بختار أن أنا ما اعملش الطاعه دي. يعني مثلا انت بتبقى نايم بالليل والفجر بيدن، انت اللي بتختار انك تصبر علشان تقوم تصلي الفجر، فتتحمل مشقه انك تقوم من عز النوم، وتتحمل مشقه انك تقوم في عز البرد علشان تصلي وتطيع ربنا. وفي ايدك انك تختار انك تنام وما تصليش. وكذلك برضو الصبر عن المعصيه، انت اللي في ايدك انك تختار انك تبص على واحدة وتقول والله هي لبسها كان مثير وتتحرش بيها، او تختار انك تصبر عن المعصية دي فتغض بصرك فبالتالي ما تتحرش بيها، صح؟ لكن الصبر على البلاء كده كده موجود، فهو مش هيغير شيء، صبره او عدم صبره هو مش في ايده اختيارات كتير، لكن ده ما يقللش ابدا من قيمة ومن اجر وثواب الصبر على البلاء، قد ما هو بيخلينا نحس قد ايه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية حاجة كبيرة قوي عند ربنا. ايه اللي انا كنت عايزة اقوله لكم تاني؟ شيخ الاسلام ابن تيمية برضو عمل مقارنة كده ما بين موقفين اتعرض ليهم سيدنا يوسف عليه السلام. الموقف الاولاني لما اخواته رموه في البير، والموقف الثاني لما امرأة العزيز راودته عن نفسها.